شكون فينا ما يحبش البسيسة التونسية؟ واليوم ميمتي باش تودكم بالوصفة الكاملة لبسيسة الشعير التونسية. قولونا انتم منين تعملوها بنفس طريقتنا ولا؟ اول حاجة ننسفوا الشعير متاعنا، نحيولو الشعرة وبعد نصفيوه بالغربال كيما تراو ميمتي تعمل. اليوم مشينا للقريشة متاع جارتنا جبنا منها الحطب، ميمتي تحب برشا الحيوانات. متنساوش تتبعونا على قناتنا جديدة وصفات ميمتي، رابطها موجود في الفيديو. ورد بالكم الصابونة ملزمهاش تكون حامية برشا باش ما تحرقش الشعير. احنا اليوم حمصنا 4 إيترات الشعير بما يقارب 6 كيلو، حطينا معاهم قشور الليم كما ترى، وهذا شعيرنا بعد ما حمصناه. توا باش نعرجو نص لتر تابل ما يقارب 300 جرام. رد بالكم التابل مش باش يتحمص كما الشعير، يتعرجوا برا. باش نزيدو معاه البسباس، حطينا 4 لتر بسباس كما تراو. نحنا في الساحل التونسي مازلنا نكيلو بالليتر الحوارات متاعنا، وهذوما توا التابل والبسباس متاعنا بعد ما عرجناهم. وميمتي تحب تزيد لبسيستها الزعتر 300 جرام، اما مناش باش نعرجوش، نحطوه في قاعدة